في الأيام الأولى من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، في تويتة انتشرت بشكل كبير على موقع إكس أو تويتر. التويتة دي كان فيها صورة لطفل ميت وعلى ملابسه آثار دم ووشه مش واضح، ومكتوب فوق الصورة دي عبارة بالإنجليزية بتقول: هذه أصعب صورة نشرناها على الإطلاق، نحن نرتجف بينما نكتب لكم هذه العبارة، لقد ترددنا كثيرا قبل أن ننشر هذه الصورة، ولكننا بحاجة إلى أن يعرف كل واحد منكم أن هذا حدث. التويتة دي للوهلة الأولى بعضكم ممكن يتخيل مثلا أن اللي كاتبها مراسل من اللي بيغطوا العدوان الإسرائيلي على غزة، واللي راح ضحيته لحد لحظة تصوير الحلقة ما يقرب من 3500 طفل. ولكن في الحقيقة اللي ناشر التويتة دي والصورة دي هي وزارة الخارجية الإسرائيلية من خلال حساب تابع ليها على تويتر. ومش بس كده، دي عاملاها إعلان مدفوع بحيث توصل لأكبر عدد من مستخدمي تويتر على أساس ده طفل إسرائيلي قتل على ايد الفلسطينيين. الاعلان ده هو واحد من اعلانات كتير الاسرائيليين بيعملوها حاليا على مواقع التواصل الاجتماعي وبالاخص على تويتر. طب ليه تويتر بالذات؟ ليه مش فيسبوك مثلا؟ ببساطة لان تويتر حاليا هو الميدان الرئيسي لاهم معركة اعلامية بياخدها الاحتلال في السنين الاخيرة، المعركة اللي هتحدد بنسبة كبيرة قدرته على الاستمرار في العدوان على قطاع غزة وتحقيق أهدافه من حربه المعلنة هناك. باختصار وعلى حد تعبير المتحدث باسم البعثة الإسرائيلية في الاتحاد الأوروبي اللي قال بالنص قبل أيام: الحرب ليست فقط على الأرض. وأنا في الحقيقة أتفق معاه جدا. الإسرائيليين مهما كانت قوتهم والدعم اللي وراهم مستحيل يكسبوا حربهم المعلنة ضد قطاع غزة بدون ما يفوزوا في معركة تانية موازية بيخوضوها حاليا ضد الفلسطينيين وكل اللي بينصروهم، واللي منهم بنسبة كبيرة الناس اللي بتشوفني دلوقتي. وعلشان نفهم طبيعة المعركة الموازية اللي الإسرائيليين بيخوضوها حاليا جنب المعركة الميدانية، فاحنا محتاجين نفهم الأول ازاي إسرائيل بتستخدم الأدوات والأساليب اللي احنا كشعوب عربية بنجهلها علشان تكسب المعركة دي. وثانيا بقى نعرف ايه هي نقاط ضعفهم اللي ممكن كتير من اللي قاعدين بيتفرجوا عليها دلوقتي يستغلوها بشكل واضح، مش بس للضغط على الإسرائيليين وإنما كمان في هزيمتهم. وأنا هنا مش ببالغ على فكرة. في حلقة النهاردة بإذن الله هشرح لكم إزاي وإنتوا قاعدين في بيوتكم ممكن يكون لكم دور مهم في صد العدوان الإسرائيلي على غزة وإنقاذ أرواح أهالينا هناك. وهوضح لكم علاقة إيلون ماسك وتويتر بالقصة دي. حلقة مهمة يا ريت تشاركوها مع كل اللي تعرفوه. وبفكركم إن منصات ومواقع التواصل الاجتماعي عاملة قيود كبيرة على انتشار المحتوى المضاد للكيان المحتل، فهمتكم معانا باللايك والتفاعل مع الفيديو علشان يظهر للناس. أنا أشرف إبراهيم، ده المخبر الاقتصادي. قبل ما نبدأ أنا وفريق المخبر الاقتصادي هنكون حابين نشكر جدا شركة تلافيت راعي حلقتنا النهاردة. شركة تلافيت اتأسست سنة 2017 وهي شركة فيتنامية أسسها شاب مصري مكافح اسمه ضياء الدين أمين، وبتصدر لأسواق مصر والسعودية والأردن وتركيا وغيرها منتجات مختلفة زي البن والفلفل وجوز الهند والقرفة والكاجو. هتلاقوا تحت الفيديو بيانات شركة تلافيت لو في شركة أو تاجر حابب يتعامل معاهم ويستورد من خلالهم المنتجات دي يا ريت تعملوا ده. في أغسطس 2013 صحيفة هآرتس الإسرائيلية نشرت خبر مثير جدا للاهتمام. الخبر بيقول باختصار إن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قرر بالتعاون مع الاتحاد الوطني للطلبة الإسرائيليين إنه يشكل وحدات سرية من الطلبة شغلتها إنها تقعد على فيسبوك وتويتر ويوتيوب وغيرهم من شبكات التواصل الاجتماعي علشان تدافع عن الحكومة الإسرائيلية، ولكن يدافعوا من غير ما يقولوا لحد إنهم تبع الحكومة. المهم مكتب نتنياهو كان راصد للمشروع ده ميزانية قيمتها 3 مليون شيكل أو ما يعادل وقتها 810 ألف دولار أمريكي، وده علشان يوظف من الجامعات الإسرائيلية السبعة حوالي 550 طالب بيعرفوا لغات أجنبية. واتحاد الطلبة الإسرائيلي كان مهمته في القصة دي هو إنه يعمل مقابلات مع آلاف الطلبة الإسرائيليين علشان يختار الأفضل من بينهم، وبعدين في كل حرم جامعي
الاتحاد هيعمل مقر للمشروع ده ويحطوا فيه أجهزة كمبيوتر للطلبة اللي هيتم توظيفها في المجموعات السرية دي علشان تشتغل من خلالها. بعد ما الشباب دول يتم اختيارهم بيتم تنظيمهم بشكل شبه عسكري. في كل جامعة بيتعين منسق رئيسي، المنسق ده تحته 3 طلبة بيشتغلوا كمنسقين فرعيين، طالب مختص باللغات وطالب مختص بالجرافيكس وطالب مختص بالبحث أو ريسيرش، وتحت ال3 دول بيشتغل باقي الطلاب. طبعا كان مطلوب ان الشباب دول يكون عندهم حس وطني، ولكن ده ما يمنعش برضه ان يكون في حوافز علشان يبقى الحس الوطني اعلى. المنسقين الرئيسيين في الجامعات بياخدوا منح دراسية كاملة، والمنسقين الفرعيين بياخدوا برضه منح دراسية ولكن اصغر، اما باقي الطلبة فبياخدوا رواتب رمزية. السؤال بقى دلوقتي، الشباب دول بيعملوا ايه بالظبط على مواقع التواصل الاجتماعي؟ بحسب تصريحات مكتب رئاسة الوزراء الإسرائيلية وقتها، فالوحدات دي مهمتها دعم الدبلوماسية العامة أو الشعبية المؤيدة للإسرائيليين من خلال تطوير ونشر محتوى على شبكات التواصل الاجتماعي موجه بشكل أساسي للجماهير الدولية. من الآخر كده الشباب دول مهمتهم تحسين صورة الاحتلال الإسرائيلي والدفاع عنه ككيان قصاد العالم، وده بيعملوه من خلال نشر محتوى إيجابي عنه والتفاعل بشكل معين مع الأخبار المتعلقة بالإسرائيليين. هنا واحد يسأل سؤال منطقي جدا، هو من إمتى الإسرائيليين بيهتموا بالرأي العام الدولي؟ إيه اللي يخليهم يهتموا أصلا طالما هم ضامنين دعم الحكومات والسياسيين وصناع القرار في الدول الغربية وبالأخص في الولايات المتحدة وبريطانيا؟ السؤال ده هنلاقي الإسرائيليين جاوبوا عليه في ورقة تم تقديمها في النسخة 10 من مؤتمر هرتسليا الإسرائيلي اللي تم عقده سنة 2010. في الورقة دي هنلاقي الإسرائيلية فيرا ميتشن شابير اللي كتبت الورقة بتقول بالنص إنه على الرغم من أن عملية صنع القرار فيما يتعلق بالسياسة الخارجية بيشمل دايرة مغلقة من الناس، وعادة بتكون قراراتها متسقة مع آراء النخبة في كل مجتمع زي السياسيين والمستشارين والأكاديميين المشهورين، إلا أن الرأي العام مهم جدا. الرأي العام والتغطية الإعلامية في المملكة المتحدة بالأخص بيحددوا حرية الحكومة فيما يتعلق بأجندة السياسة الخارجية المؤيدة لإسرائيل. يعني باختصار شابير فاهمة كويس جدا إن الحكومات الغربية مش بتتحرك أو بتاخد قراراتها في الفراغ، وما تقدرش تتجاهل الرأي العام أو مزاج الناس بشكل مطلق وتأيد الإسرائيليين على طول الخط. ده كلام مهم جدا جدا ضروري كلنا ننتبه ليه. بس عارفين ايه اللي اهم منه؟ عنوان الورقة نفسها Winning the Battle of the Narrative، الفوز في معركة السردية. عنوان خطير لازم نقف قدامه ونحاول نفهمه لانه بيكشف مدى فهم الاسرائيليين لطبيعة وجوانب الصراع. وخلونا نقف قدام كلمة ناراتيف او سردية. في سياق الحرب المقصود بالسردية هي الطريقة اللي الناس بتنظر بيها للحرب داخل عقولها. يعني انت ليه دخلت الحرب؟ وإيه أهدافك؟ وهل هي أهداف مشروعة ولا لأ؟ كل حرب لها سردية ولها قصة في عقول الناس بتتجاوز بكتير نقطة الأرقام والإحصائيات والمكاسب الميدانية على الأرض. الأمريكان دمروا فيتنام في القرن اللي فات وكسبوا كل المعارك اللي دخلوها مع الفيتناميين، ولكن برغم كده الكل تقريبا متفق ان الامريكان خسروا الحرب في فيتنام، وده ببساطة لان سرديتهم عن الحرب خسرت والناس ما اشترتهاش. الناس ببساطة شايفة ان امريكا خسرت فتبقى خسرت. النظرية العسكرية الحديثة بتقول ان الحروب الدول ما بتكسبهاش في ساحات المعارك، بتكسبها في عقول الناس. لو دخلت بلد دغدغتها بس الناس شايفة انك ما كسبتش يبقى انت ما كسبتش. لا يكفي انك تكسب الحرب العسكرية، لازم تكسب كمان حرب السرديات او الحرب الإعلامية. الاتنين ما ينفعش فصلهم عن بعض ابدا، بالعكس التانية امتداد للأولى. وكالعادة في الحروب بيكون في سرديتين مضادتين لبعض. على سبيل المثال في المعركة الجارية حاليا بين الجيش الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية في غزة فيها سرديتين بيتنافسوا على عقول الناس في كل مكان في العالم. السردية بتاعت الفلسطينيين ملخصها ببساطة هو إن اللي حصل في 7 أكتوبر ده هو فعل من أفعال المقاومة المشروعة للاحتلال الإسرائيلي ومحاولة لدفع العدوان واسترداد الأرض وتحرير الأسرى. على الناحية التانية السردية الإسرائيلية ملخصها هو إنهم ضحايا لهجوم إرهابي ملوش أي مبرر، وإن هم مظلومين ومعتدى عليهم من ناس ظالمة ما عندهمش رحمة. مين بقى اللي سرديته تكسب وتقنع الناس، خصوصا اللي ما يعتبروش طرف في الصراع؟ دي بقى هي المعركة الموازية
اللي الإسرائيليين بيخوضوها حاليا مش ضد الفلسطينيين بس، وإنما كمان ضدنا كعرب، لأننا شئنا أم أبينا إحنا طرف في الصراع باعتبارنا مناصرين لفلسطين ومناهضين للاحتلال. بالشكل ده العدوان الحالي على غزة لشقين ما ينفصلوش عن بعض، شق فيه اشتباك عسكري وشق فيه اشتباك على مستوى السرديات. احنا والإسرائيليين دلوقتي بنتنافس على جذب نفس الجماهير تقريبا، وهي الجماهير الدولية. مواقف الجماهير المحلية شبه محسومة، احنا ورا الفلسطينيين بلا جدال. وعلى الناحية التانية الجماهير الإسرائيلية اللي بتسيطر عليها الرغبة في الانتقام بعد اللي حصل في 7 أكتوبر بنلاقيها لأول مرة من سنين طويلة تكون متحمسة بالشكل ده للحرب. وبما ان الجماهير المحلية موقفها شبه محسومة، فكده الطرفين بتوع الصراع ما قدامهمش غير الجماهير الدولية يتنافسوا عليها، وكل طرف هيحاول يقنع أكبر عدد ممكن من الجماهير دي بسرديته، وفي نفس الوقت هيحاول يشككهم في السردية المضادة أو يثبت زيفها. السؤال بقى دلوقتي، احنا كده عرفنا المعركة وعرفنا الجمهور المستهدف، ازاي ممكن نكسب او ازاي نقنع الجمهور المستهدف بسرديتنا واننا على حق، وان الطرف التاني ده سرديته باطلة وبالتالي ياخد صفنا احنا مش هما. انت علشان تعمل ده محتاج اولا توصل للجمهور المستهدف نفسه، تتواصل معاه بشكل مباشر، توصل له صوتك. الاجانب او الجماهير الدولية اللي احنا بنستهدفها صوتنا ممكن يوصل لهم بطريقتين. الطريقة الأولى طريقة غير مباشرة، ودي عادة بتكون عن طريق وسائل الإعلام التقليدية بتاعتهم سواء تلفزيون أو صحافة. وهنا بقى بتظهر لنا مشكلتين. الأولى هي التحيز الشديد للسردية والرواية الإسرائيلية، والتهميش والتحريف للرواية الفلسطينية والتحيز ضدها، وده شيء أعتقد إن مفيش شخص عاقل ومنصف ممكن ينكره. المشكلة التانية بقى هي إن وسائل الإعلام التقليدية one way street، شارع اتجاه واحد. ببساطة القارئ أو المشاهد في الحالة دي بيستقبل بس اللي بيتعرض له سواء في الصحافة أو في التلفزيون. مفيش مثلا مجال إنك وانت قاعد بتتفرج على التلفزيون توقف المذيع اللي بيتكلم وتقول له انت كذاب وعديم الضمير والدليل اهو. في السياق ده بنلاقي ان سيطرة وسائل الاعلام التقليدية الاجنبية على منافذ المعلومات وتأثير الإسرائيليين على وسائل الإعلام ده حرمنا بشكل كبير من إيصال حقيقة القضية الفلسطينية للجماهير الغربية. المشكلة دي بدأت حدتها تخف مع ظهور الإنترنت، ولكن الانطلاقة الحقيقية كانت مع ظهور وسائل التواصل الاجتماعي في العقد الأول من القرن الحالي، وبالأخص تويتر اللي بقى اسمه إكس حاليا. ولكن معذرة، أنا هشير ليه في باقي الحلقة باسم تويتر لأنه لا يزال الاسم الأشهر للموقع. المهم، ظهرت وسائل التواصل الاجتماعي على الساحة باعتبارها وسيلة التواصل التانية مع الجماهير الأجنبية، ولكنها وسيلة اتصال مباشرة، جمهور لجمهور، تفاعل مباشر في اتجاهين، مفيش وسيط في النص ممكن يحرف الحقائق أو يتلاعب بالسردية. أشهر وسيلتين تواصل اجتماعي في العالم كانوا وما زالوا هما فيسبوك اللي اتأسس في 2004 وتويتر اللي ظهر في 2006. فيسبوك التابع حاليا لشركة ميتا عنده النهاردة ما يقرب من 3 مليار مستخدم، وتويتر عنده ما يقرب من 350 مليون مستخدم. المنصتين لهم تواجد في كل أنحاء العالم. السؤال بقى دلوقتي، أنهي منصة في الاتنين ممكن من خلالها إحنا أو الإسرائيليين نقدر نوصل صوتنا للعالم ونبيع السردية بتاعتنا، تويتر ولا فيسبوك؟ والإجابة هي تويتر قولا واحدا. مفيش تنافس أصلا بين الاتنين في السياق ده بالتحديد. تويتر حرفيا هو الملك لما نيجي نتكلم عن تكوين رأي عام دولي أو عالمي. فيسبوك أولا مش مناسب للمحتوى الإخباري أو السياسي، وفي الفترة الأخيرة بدأ يبعد تماما عن المساحة دي. ثانيا فيسبوك زي ما انتم عارفين بيحاصر المحتوى المؤيد لفلسطين بشكل واضح وبيأيد وصوله، وده بيعمله من خلال الخوارزميات ومن خلال الموظفين بتوعه. تويتر بقى على العكس يمكن اعتباره أكبر منصة إخبارية تفاعلية في العالم. من ناحية المنصة سمحت بظهور ما يعرف بالمواطن الصحفي اللي ممكن من خلال تليفونه يشارك مع الملايين من مستخدمي المنصة أي خبر أو حدث هو متواجد فيه سواء بالكتابة أو بالصوت والصورة. ومن ناحية تانية تويتر بتتيح للجماهير العريضة من الناس العاديين فرصة التفاعل مع فئة مش موجودة بكثافة على فيسبوك. وأنا هنا بتكلم على رؤساء الدول والحكومات والبرلمانيين والصحفيين والأكاديميين والمؤسسات وغيرهم من صناع القرار والرأي. الناس دي جزء كبير منها موجود على تويتر، مش موجود على فيسبوك
ولا أي وسيلة تواصل اجتماعي تانية. علشان كده تويتر هو أكتر وسيلة تواصل اجتماعي عندها القدرة على التأثير في رأي الناس وتكوين رأي عام تجاه أي قضية. دي حقيقة أكتر ناس فاهمينها هم الإسرائيليين والفلسطينيين. كل الحروب الإعلامية اللي خاضها الفلسطينيين والإسرائيليين ضد بعض على مواقع التواصل الاجتماعي كانت ساحتها الأساسية هي تويتر. ويمكن أول معركة واضحة بين الجانبين على تويتر كانت هي المعركة الإعلامية اللي تزامنت مع العدوان الإسرائيلي على غزة في 2012. الأمر وصل لدرجة أن الصحافة الأجنبية أطلقت عليها اسم فيرست تويتر وور أو حرب تويتر الأولى. الطرفين دخلوا مع بعض حرب معلومات وهاشتاجات كانوا بيتنافسوا خلالها على عقول الناس في كل أنحاء العالم، والاتنين اختاروا ان الخناقة يكون ساحتها تويتر اللي كان موجود عليه وقتها في 2012 تلتين قادة العالم اللي كانوا عاملين حسابات هناك، ده غير باقي السياسيين والصحفيين وكل الناس المهمة اللي بتتخذ قرار أو بتوجه الرأي العام. ده حصل في 2012 وفي 2014 وفي 2021 وحصل برضه في 2023. من اللحظة الأولى لهجوم كتائب القسام على الإسرائيليين في الأراضي المحتلة يوم 7 أكتوبر، تويتر تحول لساحة حرب من الآراء والأخبار والهاشتاجات والمعلومات اللي بعضها حقيقي وبعضها مزيف. الأخبار والتطورات والصور والفيديوهات كانت بتنزل على تويتر بسرعة وبكثافة ملهمش مثيل. المعركة بدأت يوم 7 أكتوبر، بعدها بيومين بالظبط وتحديدا يوم 9 أكتوبر تويتر طلع قال إن في 50 مليون منشور على الموقع يخص المعركة بين الفلسطينيين والإسرائيليين. ده خلى جزء كبير من مستخدمي الموقع حوالين العالم اللي مهتمين بأنهم يعرفوا إيه اللي بيحصل بالظبط يعتمدوا على تويتر من خلال متابعة الأخبار ومراقبة الآراء والآراء المضادة اللي الناس بتكتبها عن الحرب. اللي ساعد في إن ده يحصل هو إن إيلون ماسك صاحب تويتر على عكس مارك زوكربيرج سايب الدنيا مفتوحة على المنصة من غير قيود كبيرة، لا من خلال الخوارزميات ولا المودريتورز، سايب الكل يقول اللي هو عاوزه إلى حد كبير، واللي يقدر على التاني ربنا يعينه. وانا في رأيي ان ماسك مبسوط بالوضع ده، مبسوط ان تويتر بقى الساحة الرئيسية للمعركة الإعلامية اللي هي انعكاس للمعركة الميدانية اللي شاغلة العالم كله دلوقتي أكتر بكتير حتى من الحرب الروسية الأوكرانية. ولكن ده طبعا خلاه هو والموقع بتاعه في مرمى نيران وسائل الإعلام التقليدية اللي انتقدت عدم محاولة تويتر للسيطرة على المحتوى. المهم اللي يهمنا في السياق ده هو أن تويتر ساحة مثالية يقدر من خلالها كل مؤيد للفلسطينيين ولعدالة قضيتهم أنه يدعم سرديتهم من خلال الاشتباك في المعركة الإعلامية العنيفة الدايرة حاليا على المنصة. وطبعا بما أنك عاوز توصل صوتك لأجانب فلازم تتكلم بلغتهم، واللغة الأهم في السياق ده هي اللغة الإنجليزية، وهي بالمناسبة اللغة اللي الإسرائيليين مركزين عليها. وده منطقي جدا لأنها اللغة العالمية الأولى اللي جزء كبير من شعوب العالم بيفهمها. ولكن طبعا معرفة اللغة مش كفاية، الأهم من اللغة هي الرسالة نفسها. دلوقتي انت كشخص أجنبي مالكش علاقة بالصراع وواقف تتفرج، تصدق رواية أو سردية مين فيهم؟ السردية الفلسطينية ولا الإسرائيلية؟ اللي هيحكم النقطة دي هم 3 عوامل: المنطق والأدلة والبراهين والتاريخ. وركزوا معاه كويس جدا في الجزء ده يا إخوانا. خلونا نبدأ بالمنطق. على سبيل المثال الادعاء الإسرائيلي بأن مجزرة المستشفى المعمداني اللي راح ضحيتها حوالي 471 مدني من أهالي غزة يوم 17 أكتوبر هي نتيجة عملية إطلاق خاطئة لصاروخ من المقاومة مش من ضربة جوية من الجيش الإسرائيلي. ده ادعاء مخالف لأبسط قواعد المنطق، مش لأن مستحيل تحصل عملية إطلاق خاطئة، وإنما ببساطة لأن الحجم المهول للمجزرة وضحاياها بيقول إن الشيء اللي تم ضرب بيه المستشفى قوته التدميرية هائلة جدا بشكل لا يتوافق أبدا مع القوة التدميرية المعروفة لصواريخ المقاومة اللي بنشوفها بتوصل للأراضي المحتلة ومش بتعمل عشر الضرر ده. منطق بسيط شبه ده ممكن الناس اللي فاهمة تشاركوا بلغة إنجليزية سليمة مع الأجانب اللي ممكن ما يكونش عندهم خلفية عن الصراع وأطرافه تخليهم قادرين يحكموا على كذب أو عدم معقولية أو عدم منطقية الاتهام ده. تاني نقطة ممكن تقنع حد بالسردية بتاعتك هي الأدلة والبراهين والإثباتات، وده بيندرج تحته حاجات زي الصور والفيديوهات. احنا مش محتاجين أكتر من إننا نشارك العالم المواد المرئية اللي بتوضح حجم الإجرام الإسرائيلي في حق المدنيين العزل وبالأخص النساء والأطفال. الصورة والفيديو
أقوى من أي كلمة. وهنا أحب أشارككم مقتطف من مقال نشره الدبلوماسي الإسرائيلي أبا إيبان في جيروسلم بوست في أغسطس 1982 بعد الدمار اللي تسبب فيه القصف الإسرائيلي للعاصمة اللبنانية بيروت. إيبان كان بيشرح للإسرائيليين من وجهة نظره كدبلوماسي حجم الخسارة المعنوية اللي تسبب فيها العدوان على لبنان للإسرائيليين. في السياق ده كتب إن الضحية الرئيسية خارج ساحة المعركة تكمن في التحول اللي كان بيشوفه في عيون أصدقاء إسرائيل بمجرد ما اسمها يخطر على بالهم. قال لهم خلال الأسابيع الأخيرة صورتنا في وعي أصدقائنا كانت مرتبطة بصراخ الثكالى والجرحى والأطفال اللي بيقفوا طابور علشان يحصلوا على المياه اللي الحصار الإسرائيلي حرمهم منها. الكلام ده كان في 1982، يعني قبل الإنترنت والسوشيال ميديا. الصور اللي العالم ممكن يشوفها النهاردة عن جرائم الاحتلال في غزة ما تقلش فظاعة عن اللي حصل في 1982، وفي نفس الوقت هي أكثر كثافة وأسرع للوصول. أما العامل الثالث اللي بيأثر على قبول الناس لسردية الأطراف المتنازعة في إطار الحروب فهو الزمن أو التاريخ. كل ما طال أمد الصراع كل ما الطرف اللي بيكذب زادت احتمالية انكشاف كذبه مع الأيام، وكل ما ده أثر بالسلب على قبول الناس لسرديته. في كتاب Narration as Argument الصادر في 2017 وتحديدا في الفصل ال 12 اللي جه تحت عنوان How to Win Wars The Role of the War Narrative، الباحثين المحترمين بيوضحوا إنه مع مرور الوقت بتظهر الأدلة اللي بتأكد أو بتنفي السرديات المطروحة، ولو أنت كذاب وبقى في تراكم للأدلة المضادة للسردية بتاعتك فمع الوقت السردية دي مصداقيتها هتتآكل، ولما تفضل السردية تتآكل ففي النهاية هتوصل لمرحلة هتبقى فيها عبء على الراوي أو الجهة اللي بتتبناها، هتبقى خلاص مش قادر تدافع عنها لأن الناس ما بقتش تثق فيك من كتر كذبك. ده على فكرة اللي بيحصل مع السردية الإسرائيلية مؤخرا. يعني على سبيل المثال لما المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري طلع ينفي انهم قصفوا المستشفى المعمداني، مراسل CNN سأل سؤال بسيط جدا: ليه ممكن العالم يصدق كلامكم دلوقتي في حين انكم كذبتم قبل كده فيما يخص قتل مراسلة الجزيرة الراحلة شيرين أبو عقلة اللي قلتوا ساعتها ان الفلسطينيين هم اللي قتلوها؟ وهنا المتحدث باسم جيش الاحتلال ما كانش قدامه غير انه يبرر بان الجيش كان بيتسرع في إصدار الاستنتاجات والأحكام، لكن في النهاية تراكم الكذب ده ورا بعضه بيساهم في عدم قبول الناس للسردية الإسرائيلية في حربهم الحالية ضد غزة. ويمكن الناس اللي على تويتر كان لهم دور كبير في كشف الأكاذيب دي وتوعية الناس بأنها أكاذيب. على تويتر محدش بيقول معلومة ويطلع يجري زي التلفزيون مثلا، لا، اللي بيتقال بيتسجل وبتلاقي بدل 1,000 بيحفروا وراك وبيواجهوك بالحقيقة وبيثبتوا كذبك أو تضليلك لو كنت كذاب أو مضلل، والتغريدة اللي بتتحذف بتتجاب تاني. وده يخلي تويتر أفضل وسيلة ممكن الفلسطينيين وأنصار قضيتهم يقدروا من خلالها يبيعوا للعالم روايتهم للحرب ويدحضوا الرواية الإسرائيلية المضادة. تويتر لا يزال هو المنصة الأهم للتأثير في الرأي العام الغربي وبالأخص الأمريكي. عدد مستخدمي فيسبوك في أمريكا أي نعم أكتر بكتير من عدد مستخدمي تويتر، ولكن برغم كده تويتر هو الأكثر تأثيراً في صناعة الرأي. الحقيقة دي الإسرائيليين مدركينها أكتر من أي حد. بحسب تحقيق عمل موقع بوليتيكو الأمريكي، وزارة الخارجية الإسرائيلية مؤخراً عملت في أقل من أسبوع 30 إعلان على تويتر تم مشاهدتهم أكتر من 4 مليون مرة. الإعلانات اللي بدأت تظهر اعتباراً من 12 أكتوبر كانت الوزارة الإسرائيلية بتستهدف فيها الشباب اللي أعمارهم بتزيد عن 25 سنة واللي عايشين في بروكسل وباريس وميونخ ولاهاي. في نفس الوقت الوزارة عملت 75 إعلان بمحتوى مشابه على يوتيوب وتم توجيههم للمشاهدين في الدول الغربية زي الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة. طب إيه الهدف من الإعلانات دي بغض النظر عن مصداقية محتواها؟ الهدف منها ببساطة هو نفس الهدف اللي المفروض يكون عند أنصار القضية الفلسطينية، وهو تحقيق ما يسمى بالاستراتيجيك كوميونيكيشن أو الاتصال الاستراتيجي. طب إيه هو الاتصال الاستراتيجي ده؟ مجلس الأمن القومي البريطاني بيعرف الاتصال الاستراتيجي بأنه الاستخدام المنهجي والمنسق لجميع وسائل الاتصال لتحقيق أهداف الأمن القومي من خلال التأثير على مواقف وسلوكيات الأفراد والجماعات والدول. طب هل وجع القلب والكلام الكتير على تويتر
بيفرق فعلا على الأرض؟ هل الكلام على تويتر ومحاولة بناء رأي عام دولي مؤيد للفلسطينيين ممكن يكون له أي لازمة قصاد الحقائق المادية اللي بتقول إن الإسرائيليين مثلا متفوقين عسكريا بشكل كاسح ومعاهم على سبيل المثال للحصر أسلحة فتاكة زي ال F-35؟ ده سؤال مشروع جدا من حق أي حد يسأله. السؤال ده جاوبت عليه دراسة اتنشرت في 2018 تحت عنوان Does social media influence conflict? Evidence from the 2012 Gaza conflict. زي ما واضح من العنوان، الدراسة بتحاول تعرف مدى تأثير السوشيال ميديا على الحرب الإسرائيلية اللي تم شنها على غزة في 2012. وخلاصة الدراسة دي باختصار هو إن التحول في الدعم العام على السوشيال ميديا لصالح الفلسطينيين ساهم في انخفاض حدة الصراع واستجابة الإسرائيليين لجهود وقف إطلاق النار. وبحسب الدراسة تأثير الدعم العام على السوشيال ميديا كان أكبر من تأثير اللاعبين الدوليين اللي انخرطوا في مفاوضات الصراع، وعلى رأسهم مصر والولايات المتحدة والأمم المتحدة. لحد هنا أنا خلصت كلامي وآسف على الإطالة، وأتمنى أنكم لو استفدتوا من الحلقة تشاركوها أو على الأقل تشاركوا خلاصتها مع كل اللي ممكن يكون مهتم بنصرة أهلنا في غزة. وكالعادة في نهاية الحلقة عندي سؤال لحضراتكم، يا ريت تقولوا لي في التعليقات مين فيكم بيشارك أو ناوي يشارك في حرب السرديات وفرض السردية الفلسطينية أمام العالم على موقع تويتر. هتلاقوا تحت الفيديو بيانات شركة تلافيد لو في شركة أو تاجر حابب يتعامل معاهم ويستورد من خلالهم المنتجات دي، يا ريت تعملوا ده. في النهاية يا ريت لو عجبتكم الحلقة يا ريت تعملوا لايك وشير، وأهم حاجة تحكوا لأصحابكم وحبايبكم عننا يمكن يستفيدوا. سلام.